وهذه المرة مع نسيم طالبي. نسيم تفضل. شكرا جزيلا زميلي ميشاري، تحية لك ولضيوفك ولمشاهدينا الأفاضل. يحضر معي النجم السابق للكرة المغربية جواد الزيري للحديث عن مباراة الغد التي ينتظرها الكل هنا في المغرب خارج المغرب. جواد، ميرسي بوكو داتر. شكرا لحضورك معنا. الجميع يتحدثون عن هذه المباراة غدا. كيف ترى هذه المباراة؟ أرى مباراة شديدة التنافس وصعبة للفريقين المغرب ونيجيريا، وهذه المباراة سوف تحسمها تفاصيل صغيرة، وهي مباراة ومواجهة رائعة، ونأمل أن يفوز المغرب. هناك انطباع بأن المنتخب المغربي يزداد قوة يوما بعد يوم. ماذا تنتظر من هذا المنتخب الذي تعرفه جيدا؟ بطبيعة الحال المنتخب الوطني يزداد قوة، نشرنا فيها التزام وانضباط، وبالنظر إلى المباراة التي قدمها أمام الكاميرون لاحظنا أيضا أن هناك جمهورا يدعم المنتخب بقوة كبيرة، وقد أفادهم ذلك وكان له أثر إيجابي، ونأمل أن يحضر ذلك غدا أيضا. مفتاح المباراة ماذا سيكون؟ هل الناحية البدنية أو ماذا؟ قوة نيجيريا تكمن في مهاجميهم ووسط الملعب أيضا، وهدافان قويان، لاعبان مهاجمان قويان، وهناك ضغط على وسط الميدان ينبغي أن نقوم به مثل ما فعلنا مع الكاميرون، ومنع الكرات من الوصول إلى هؤلاء اللاعبين الخطرين، وكذلك أن نكون فاعلين. أنت كنت لاعبا مع المنتخب. شكرا جواد. شكرا نسيم طالبي. فتحي، وصفك بدر وصابر، اتفق معاه في العاذل لا سمح الله، وأنت تدعم وتحفز وتشجع، وساندت في البداية وساندت شخصيا معهم، يعني صعبة مش معاهم للآخر. أنا ما نجمش نجاوبه بغنية خاطر الصوت ولكن ما أباركه الحب اللي ما بيناتكم، إن شاء الله يتواصل هذا الحب. لكن نعطيك طالع أغنية بتلوموني ليه؟ الله شو عملت لكم؟ وأنا معاكم وشكون يغنيها ما نعرفش. بتلوموني ليه؟ أنا ما لومتك أنت. أنا ما لومتك أنت. لومت حسام. لا صح يا صاحبي. لومت حسام. حسام لامك بدر. أيوة. شوف المقابلة متاع غدوة، والله مقابلة نهائي مونديالية. هذه تكون أفيش، سامحوني ما نقيش العبارة بالعربي، أفيش حتى في كأس عالم. مغرب نيجيريا، شوف أسماء اللاعبين اللي موجودين فوق أرضية الميدان، شوف مستوى زوز فرق. المغرب بي اس جي يعني ريال بوستر، يعني بوستر للفيلم، يعني غلاف متاع المقابلة. معناها أنا نأكد لكم ونتأكد، لأنه المقابلة هذه مش العرب ولا فارقة برك باش يشاهدوها، حتى في العالم باش يتابعوا كأس افريقيا، لأنه هذه مقابلة الحقيقة بين زوز فرق باش ننتظروا منها الكثير. به عندي تساؤلات الآن. التساؤل الأول وعندي له إجابة، هو أنه هل أن الجمهور المغربي سيكون حاضر بنفس الحماس تاع مقابلة الكاميرون؟ نعم وأكثر، لأنه قربنا للعين وبش يشربوا. صح. هل أن وليد الرقراقي حاضر للمقابلة هذه مثل ما جهز الفريق لمقابلة الكاميرون؟ أنا عندي الجواب ومتأكد 100% وأنه حاضر وجاهز. الآن التساؤل الثالث اللي قدامه نقطة استفهام، هل أن اللاعبين تاع الفريق المغربي غدوة باش يكونوا في نفس المستوى والحضور البدني الاستثنائي الرائع اللي ريناه أمام الكاميرون؟ لهنا أتساءل
هل انه فعلا جاوبت بالسؤالين الحين ليش ما تجاوب؟ ليش ما تجاوب؟ غدوه الميدان يجاوبني لانه نيجيريا مش كاميرون، ثم ما قام به الفريق المغربي يومها، وانا قلتها، قلت اللي قام به الفريق المغربي يومها هو تقريبا مقابله لو لبسوا بدلوا الفانيلا نتاع الفريق الكاميروني بدنيا. معناها الفريق المغربي تقريبا اوقف الفريق الكاميروني وما ادراك بدنيا وفاز عليه بدنيا. الان حسم المقابله حسب رايي المقابله سيحسمها شخص. بالنسبه لي انا الشخص هذا اللي هو في اجازه منذ بدايه البطوله ولم نره منذ بدايه البطوله، وهو تقريبا المغرب كامل يأمنوا به واحنا أمنا به خاصة في كأس العالم. هو ياسين بونو. ياسين بونو منذ بداية كأس الإفريقية وفي إجازة صح، لم يقبل أي هدف، ما جاتش تصديات وإن شاء الله كبيرة. يكمل إجازة بكرة ويستمر إن شاء الله. بالطبع أنا قلت شخصا ربما غدوة ترجعوا لكلامي ربما إن شاء لا الله. ربما يفسر كلامك أن المواجهة رايحة لركلات ترجيح. ركلة الترجيح لا ربما يكون في انقاذات لانه بالطبع خط هجوم. انا اعتبر شخصيا شخصيا كيف اتصور المقابله وانه غدوه مقابله ياسين بونو لانه امام اوسيمين اوسيمين ولقمان وغيره. قوه نيجيريا في الهجوم، قوه المغرب في الدفاع، ولكن الى حد الان قلت ياسين بونو عامل كأس افريقيا وهو نائم، لكن مش انت راهو لكن لا تنسى مباراة الافتتاحية. مش النوم تاعك انت راهو لا مرتاح. السؤال كذلك حتى المنظومة وخط الدفاع عليه مسؤولية كبيرة. ما ديما اخر العارين كما نقولوا هو ياسين بونو، وانا اتمنى بالطبع وانه ياسين بونو يرجع لنا كل ما فعله في كأس العالم ومستواه الراقي والعالي، وبطبيعة الحال من نتمناه فوز الفريق المغربي. كنا في الرباط قبل قليل والآن من الدار البيضاء تحديدا الجماهير المغربية فخورة سعيدة متفائلة ليلة مواجهة نيجيريا. نتابع. نيجيريا والمغرب هي مباراة ستكون حاسمة لأنها في نصف النهائي، فإذا خسرت المغرب فالكل سوف يحزن، لكن إذا فازت نيجيريا فالله هو العالم. انا كنقول 3-1 ان شاء الله ضد نيجيريا. عارفين عندهم لاطاك واعره لوكمان اوسيمان، ولكن ان شاء الله مربوح. 4-0 المنتخب المغربي سيفوز. مباراة تكون صعيبة حيت المنتخب النيجيري كان اصلا رابح قبل المنتخب الجزائري اللي كان مزيان. ان شاء الله غادي نربحوا ب2-0. حنا الحمد لله تاقي في المنتخب ديالنا، كنتمناو غير الخير وكنتمناو من الله ان شاء الله يجيب الرباح، وحنا غادي نبقاو ديما داير المنتخب.